مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير، كل توقيته. راح أسوي اليوم كيكة البيبسي. الأغراض عندكم واضحة نفس ما قاعد أصورها. عندي هني كيكة الفانيليا من زرا كيك، راح أقطعها تقريبا نفس الشكل هذا أو أضعف شوي. عندي كريم كراميل، عندي دريم ويب، عندي الجبن الكيري 6 حبات، عندي علبة كريمة خفق أو كريمة سائلة، احنا نسميها كريمة حمراء لأن علبتها حمراء، وعندي قشطة أو قيمر، وعندي 3 ملاعق سكر، وطبعا آخر شيء بيبسي. هذا البيبسي مع البيبسي مع هذي راح تصير آخر شيء الخلطة الأخيرة. هذيل أخلطهم كلهم مع بعض مع السكر وكذي، وصف هذه بالبايركس، أقطعها صفها بالبايركس هني، وبعدين أوريكم الخطوات. الحين نبلش نصفهم بالماعون. الحين راح انزل الجبن الكيري 6 حبات، راح احط فوق كريمة الخفق، راح ابلش اخلط. الحين راح احط الجيمر، راح اصب البيبسي داخل هذا. من بلش البيبسي بلش يغلي، راح انزل كريم كراميل، نزل كريم كراميل كذي وحركه مع عدل، وراح انزل هذا نفس الشيره مالت كريم كراميل، راح انزله معاه وحركه كل عدل، خليه يقلب وكم دقيقه ويصير جاهز، بس ما يطول. صار له كم دقيقة قاعد يفوح وكل شيء ذاب اوكي، بس راح اطفي عليه وانطره يبرد، بعدين اصبه فوق الخلطة اللي سويتها او الكريمة اللي سويتها. بس الحين بعد ما سوينا الصلصة راح اصبها شوي شوي، اوزعها على الطبقة اللي سويناها هني. طبعا خليتها تبرد شوي. نقول بس
بس هذه كيكتنا ان شاء الله صارت جاهزة. راح ادخلها الثلاجة. طبعا هذه راح تمسك الطبق اللي فوق وتصير ان شاء الله مضبوطة ولذيذة. وبس علينا وعليكم بالف عافية. بسم الله. أهم شيء مزاجي. بس وقف دقيقة شوي كذا. لا وقفتي. شوفوا شلون شكل نهائي. سنتين طاسة ثانية. وهذه عندنا كيكة البيبسي اللي سويتها ونزلت طريقتها بالانستغرام كاملة مع الشرح. ترى لذيذة وحلوة خفيفة الكيكة مو ثقيلة.